القادمة أيضا، لأن ما زالت الأمور والأحداث متطورة. وبنشكر حضرتك على وقتك ومجهودك معانا. معنا أيضا دكتور ثروت بدوي. دكتور ثروت بدوي، بنرحب بحضرتك معانا في الكرمة. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طبعا زي ما حضرتك بس اكيد انا ما سمعتش حاجه خالص من دكتور من عماد. ما قيل قبل كده. معلش انا بعتذر، احنا يمكن بس عندنا موضوع الصوت دي هنبقى يعني نظبطه، لكن حضرتك باختصار هو اتكلم دكتور عماد عن اهم نقطه، لان احنا بنتكلم طبعا عن اللجنه المشكله من الدستور في الوقت الحالي لمناقشه المواد، وطبعا كان في بعض القلق، ووضحنا ان المواد اللي بتناقش مواد خاصه بالرئاسه بالترشيح لرئاسه الجمهوريه في الفتره القادمه، اللي هم الست مواد اللي كان تكلم عنهم الرئيس السابق حسني مبارك. وهو بيأكد على نقطه مهمه، ان تم اجتماعه مع المستشار هشام بسطويسي، وان هم اتفقوا على بعض النقاط، ومن النقاط اللي اتفقوا عليها ان يكون في مجلس رئاسي يكون من 3 شخصيات، جمعيه تأسيسيه لتشكيل الدستور الجديد، واعلان دستوري، وهيكون بالتالي فيها حريه العقيده، وان هيكون تشكيل في الفتره القادمه تشكيل حزب ليبرالي، وانه حضرتك كان بيوجه دعوه للاقباط سواء في مصر او في المهجر انه ما يقلقوش التوقف عن اثاره الماده الثانيه في الوقت الحالي، وان هناك ايضا مساعي لان الانتخابات تكون بالرقم القومي عشان يستطيع الناس اللي هم في المتواجدين حضرتك بالنسبه للاقباط اللي موجودين في اي حته في العالم ان يكون ليهم صوت في الانتخابات اللي هتيجي الفتره القادمه. ده باختصار اللي قاله دكتور عماد جاد معانا. طيب فعايزين نسمع تعليق حضرتك على الكلام ده، وتعليق حضرتك على الاحداث المواضيع بالنسبه للدستور، وخصوصا ان حضرتك فقيه دستوري معروف. اتفضل دكتور ثروت. اولا انا دائما كنت انادي منذ سنوات طويله بضروره اجراء تعديل جذري للدستور، بل انني كنت استخدم عباره نسف الدستور القائم. ولكن في ضوء ما هو حادث أحب أن أطمئن إخواننا الأقباط أن أيوة دكتور. تشكيل اللجنة من فلان أو فلان أو فلان لا تأثير له، لأنها متعلقة بأمور متفق عليها، وهي أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق نصوص تحقق الأمرين: إطلاق حرية الانتخاب وإطلاق حرية الترشيح، لأنه لا قيمة لحق الانتخاب إذا لم يكن حق الترشيح متاحا. النصوص الحالية تمنع 85 مليون مصري من حق الترشيح، وتقصر حق الترشيح على 3-4 يحددهم رئيس الجمهورية القائم. ولذلك الاتجاه طبعا إلى نص جديد يتيح للجميع. طب تسمح لي بس اقطعك، هل حاجه تمت يا دكتور ثروت في الوقت الحالي؟ انا كنت سمعت خبر في الفضائيه المصريه انه كان في بعض الحاجات اللي اعلنوا عنها، هل حضرتك بالنسبه للمواد دي هم اعلنوا عن بعض التغييرات ولا لسه لم يعلن؟ ايه هي الحاجات اللي هتتغير في المواد دي بالنسبه الخاصه بالترشح لرئاسه الجمهوريه؟ لم يعلن عن شيء، ولكنني اعلم ان الاتفاق تام بين الجميع على أن يكون الترشيح حقا لجميع المواطنين بشروط عادية، يعني أن يكون المرشح معه تأييد لعدد من الناخبين أو غير ذلك من الأمور. المهم دي مسائل ما هيش جوهرية. والمدد حضرتك ايضا هل تتوقع مدد معينه، مده بالنسبه للرئاسه وممكن يكون يعني هيتم الانتخاب لمده ثانيه ولا هتجدد، ولا بالنسبه لمده الرئاسه؟ المتوقع انهم هيعملوها مدتين، وكل مده منهم 4 سنين فقط مش 6 سنين. لان انا سمعت كلمه 6 سنين دي وما عرفتش ده الكلام القديم ولا ده الجديد. ما هو دي مساله هم بيتناقشوا فيها، لم يعلنوا شيئا مما فعلوه.
المهم ان هو الفكره العوده الى النص القديم الذي كان يحدد مدتين فقط، تمام. والذي كان قد عدل في سنه 1980. فالماده دي الماده 77. اما الماده 76 فسوف يكون التعديل بشان وضع شروط محدوده لتحديد عدد المرشحين بما يكفل جديه المرشحين حتى لا يترشح كل واحد. تمام. والماده 88 طيب حضرتك؟ الماده 88 من المواد التي انا لا اعطيها اي اهتمام، لان اهتمامي وتركيزي كله على ان تكون احكام مجلس الدوله بخصوص الطعون الانتخابيه نافذه على، يعني لابد من الزام مجلس الشعب ووزير الداخليه والجميع باحترام احكام القضاء. الان يتحايلوا على احكام القضاء ويعملوا استشكالات امام محاكم غير مختصه، يعني لا يحترمون احكام المحكمه الدستوريه العليا ولا احكام المحكمه الاداريه العليا. فكل ده هيتعدل في شأن المادة 88. يعني دي نقدر نقول اللي هي، معلش عشان برضو الناس تبقى انا نوع من انواع الاشراف دكتور ثروت الجاد. ايوه انا بس يعني عايزه، عشان حضرتك برضو في ناس مش عارفه المواد دي، فانا يعني بنتهز فرصه وجود حضرتك كخبير في هذه الامور علشان نعرف الناس. الماده 88 كده خاصه بالاشراف القضائي. ايوه. الاشراف القضائي كان قد الغي تقريبا في تعديلات سابقه سنه 2007. المطلوب إعادة الإشراف القضائي كما كان قبل ذلك، وإن كنت أنا شخصيا أريد إما أن يكون الإشراف القضائي لرجال القضاء الجالسين فقط وليس لأعضاء الهيئات القضائية والتي ليسوا قضاة لأنهم تابعين للسلطة التنفيذية. ده موضوع ثاني ومش هو ده المهم. طيب باقي المواد الستة حضرتك احنا كده المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية دي لم يتطرق لها التعديل، وأنا يعني معترض على التعديل الجزئي، وخصوصا إن لو قصدنا التعديل على النصوص المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية وشروط الترشيح لرئيس الجمهورية، ده حتى لو جالنا ملاك من السماء حينما يتولى الحكم، وهو ملاك من السماء حينما يجد أن تحت يديه كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، لن يتزحزح من مكانه أبدا. طب هي المادة دي 189 يا دكتور ثروت، دي مادة 189 اللي حضرتك بتحكي عنها؟ لا، أو 179. أيوه. إن مهما كانت الضمانات لإجراء انتخابات رئاسية صحيحة، وهذا لن يحدث لأنه قبل ذلك يجب أولا إلغاء حالة الطوارئ. ثانيا يجب إطلاق حرية تكوين أحزاب. ثالثا يجب إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية وكل ما يعوق حرية المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية. ولذلك كنت أطالب دائما بتعديل الدستور كله، أما وقد اقتصر التعديل على هذه المواد الخمسة وإلغاء المادة 179 وتعديل المادة 189 الخاصة بطريقة تعديل الدستور. المسائل دي أنا متشكك فيها، أنا غير مطمئن.
طب هو يمكن اللي يطمئن حضرتك ان في دعوات لا لا لان لا يكون لا، الحكم يعني بالبرلمان، حكم برلماني، ما تبقاش حضرتك أنا لو الرئيس. سمحت، أنا مم. أستاذ قانون دستوري قديم، أقدم واحد في جمهورية مصر، وفي نفس الوقت أنا اشتركت في وضع الكثير من الدساتير، وأعرف كيف يمكن التلاعب بالنصوص، مهم. وكيف يمكن وضع نصوص تجعل كل شيء مرن ومطاط ويحتمل تفسيرات متعددة. يعني حضرتك غير مطمئن دلوقتي دكتور ثروت للي بيحصل في الوقت الحالي، او في بعض نوع من انواع أنا القلق؟ مش بس غير مطمئن، أنا مم. متأكد إن الوضع سوف يكون أسوأ مما كان. شوف إلى أي حد؟ لأن من الخطر جدا أن نعطي سلطة التعديل إلى من يراد التخلص منه. إحنا كلنا ضد النظام السابق. تمام. في إجماع على ضرورة تعديل النظام السياسي القائم. كيف يمكن أن يكون هذا التعديل في يد القائمين على النظام السياسي القائم، الحكام الحاليين اللي احنا عاوزين نتخلص منهم؟ عاوزين نتخلص من النظام اللي جاب لنا الحكام الحاليين الذين ادوا الى هذا الفساد. طب كيف نخرج من هذه النقطة يا دكتور ثروت؟ يعني حضرتك ايه اللي بتنصحه؟ وان الشباب ما زال ان بكره تحولت الوقفة من وقفة لتأبين الشهداء لوقفة للاحتجاج للمطالبة بإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق والحكومة السابقة، واعتقد زي ما حضرتك بتقول في بعض القلق برضو لسه ما زال عند الشباب، فايه المطلوب في الفترة القادمة؟ ده هم عارفين. يجب ان يعرف رجال القوات المسلحة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يجب أن يعرفوا جيدا أن شباب 25 يناير شباب طاهر، شباب على درجة عالية جدا من الوعي، على درجة عالية جدا من الثقافة. تمام. وشباب مخلص لوطنه، شباب قوي صامت. وهذا الشباب قد أعلن عن رأيه صراحة. يريدون نظاما ديمقراطيا حرا، يريدون نظاما قانونيا صحيحا، يريدون دولة قانونية يخضع فيها الجميع لأحكام القانون. القانون يجب أن يسود الجميع، يجب أن يخضع الجميع للقانون. الحاصل النهارده الحكام لا يخضعون القانون ولا يخضعون لأحكام القضاء ولا يكترثون بأحكام القضاء. النظام القائم نظام فاسد 100%. طب أسأل حضرتك ونقول هل وقفة بكرة ممكن يكون ليها تأثير دكتور ثروت؟ هم الذين يعدلون الدستور. طب دكتور ثروت ممكن نقول ان وقفة الاحتجاجية بكرة حضرتك جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب وانتخاب صحيح على أساس إطلاق حرية الانتخاب وحرية تكوين أحزاب وحرية الرأي والفكر وإخراج معتقلي الفكر السياسي من السجون والمعتقلات. تمام. يعني حضرتك بتكاتف الشباب في الوقفة بتاعتهم بكرة وفي الطلبات اللي هم بيطلبوها من إلغاء حالة الطوارئ، الإفراج عن المعتقلين، وأيضا إقالة الحكومة اللي هي امتداد للحكومة السابقة. قلت أن هذا الشباب صامد ومتمسك بطلباته، ويستحيل أن أن ينطلي على هذا الشباب الواعي ما تريده السلطة من التفاف حول الفكر الدستوري. تمام يا دكتور. احنا طبعا بنقدر كلام حضرتك جدا ومع حضرتك وبنشكر حضرتك جدا ان حضرتك شاركتنا النهارده، لكن اسمح لي ان احنا برضو منتظرين في الفتره القادمه ايه اللي هيحصل، وان الشباب مش ساكتين اهو وهيحتاجوا بكره، فتسمح لنا ان يبقى برضو في اتصالات اخرى مع حضرتك لمتابعه الوضع والى اين ستصل بنا الامور في الفتره القادمه. بنشكر